النهاردة الدنيا اتقلبت على السوشيال ميديا بعد خبر القبض على التيك توكر بسنت محمد، البنت اللي معروف عنها إنها بتعمل فيديوهات دايما عليها جدل كبير وبتتصدر الترند كل شوية. المرة دي الموضوع مختلف، مش مجرد فيديوهات أو اتهامات بالكلام، لا، المرة دي الأجهزة الأمنية وهي بتفتش لقيت معاها حاجة تانية خالص. التفتيش كشف عن وجود 2 موبايل آيفون وإزازة من مشروب الويسكي وكمان سيجارتين حشيش، والحاجات دي كلها اتعمل لها ضبط وتحريز واتسلمت بشكل رسمي، وبعدها تم اقتيادها على قسم الشرطة عشان يتخذ معاها الإجراءات القانونية. القصة ما وقفتش عند كده، أصل بسنت قبل كده كان ضدها بلاغات كتير جدا من مواطنين بيقولوا إنها بتنشر فيديوهات خادشة للحياة ومخالفة للقيم والأخلاق العامة. يعني مش أول مرة اسمها يتردد في محاضر الشرطة، لكن المرة دي التهمة بقت أكبر وأخطر، وده لأنها مش بس اتهموها بالتعدي على القيم الأسرية، لكن كمان معاها مضبوطات تعتبر دليل مادي. ناس كتير دخلوا يتكلموا على السوشيال ميديا ما بين مؤيد ومعارض، وناس تانية شايفين إنها خدت اللي تستحقه، وإن المحتوى اللي بتقدمه فعلا بيأذي المجتمع وبيسيء للبنات قبل الشباب. في ناس تانية بتقول إن ممكن يكون في تشهير مبالغ فيه، وإنها لسه متهمة مش مدانة، واللي حصل مجرد بداية للتحقيقات ومش لازم نتسرع في الحكم. لكن الحقيقة اللي محدش قدر ينكرها إن موضوع التيك توكرز بقى عامل صداع في المجتمع المصري، وكل يوم نلاقي فيديوهات صادمة وحدود بتتخطى، وفي الآخر الدولة بتتدخل عشان توقف اللي بيحصل، وخصوصا لما يوصل لمستوى يمس القيم الأسرية والآداب العامة. ورغم ان التحقيقات لسه شغاله ولسه في كلام كتير هيتقال في الايام اللي جايه، بس اللي باين قدام الكل ان قضيه بسنت محمد هتفتح باب نقاش كبير قوي حوالين الحدود بين الحريه الشخصيه وبين الالتزام بالمجتمع وعاداته وتقاليده. لكن السؤال هنا بقى، هل فعلا القبض على بسنت محمد هيكون بدايه لوقف سيل المحتوى اللي بيخدش الحياه على السوشيال ميديا، ولا كل ما نقفل باب هيتفتح 1000 باب غيره؟ وهل القضية دي هتكون مجرد حلقة في سلسلة طويلة، ولا هتبقى علامة فارقة هتغير طريقة التعامل مع التيك توكرز في مصر؟